أعلن الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة له قصفت من دون قصد موقعا مصريا قرب الحدود في منطقة كرم أبو سالم. وقال الجيش أن الحادث قيد تحقيق، معربا عن اعتذار إسرائيل عنه. بدورها كشفت مصادر الشرق عن نقل 9 جنود مصريين مصابين من موقع الانفجار، بينهم حالات حرجة، إلى سيناء. دخلت قافلة ثانية من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي متجهة إلى قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية وإنسانية من الجانب المصري أن وكالة الأونروا قامت بتفتيش نحو 19 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذائية. يأتي ذلك فيما تقول الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني يتطلب زيادة مستمرة في وتيرة نقل 100 شاحنة يوميا على الأقل لتغطية الاحتياجات العاجلة.